وزي ما شفنا في الجزء الأول، في ليلة حوالي الساعة 3 الفجر أهل القرية صحيوا على صوت ضخم جاي من آخر الشارع. ولما خرجوا يشوفوا إيه اللي حصل، اكتشفوا حاجة مستحيل حد يتخيلها. بيت كامل اختفى من مكانه تماما، كأن الأرض بلعته. والأغرب من كده إن حسام ومراته وابنه الصغير كانوا جوه البيت وقتها. ومن اللحظة دي القصة كلها اتحولت لأغرب لغز حصل في القرية. لكن اللي محدش كان يتوقعه إن اللغز الحقيقي لسه ما بدأش أصلاً، لأن اللي حصل تاني يوم الصبح كان أغرب بكتير من اختفاء البيت نفسه. البيت رجع، بس لما رجع ما كانش نفس البيت اللي اختفى. واللي لقوه جوه بعد ما رجع خلى أول واحد دخل البيت يخرج يجري وهو مرعوب. ولو ما شفتش الجزء الأول من القصة، أنصحك تشوفه الأول عشان تفهم كل اللي حصل. لكن دلوقتي خلينا نكمل اللي حصل لما البيت رجع تاني. الصبح بدأ يطلع على القرية ببطء، لكن اليوم ده ما كانش يوم عادي. تقريبا نص أهل القرية كانوا واقفين في الشارع من بدري، كلهم متجمعين حوالين المكان اللي كان فيه بيت حسام، أو بالأصح المكان اللي كان المفروض يكون فيه البيت. الأرض كانت فاضية تماما، تراب بس، ولا حتى طوبة واحدة. الناس كانت واقفة في صمت غريب. واحد من الرجالة قال وهو بيبص للأرض: أنا مش فاهم، البيت كان هنا امبارح. واحد تاني رد عليه بصوت متوتر: والراجل ومراته وابنه كانوا جواه. الكلام بدأ يزيد بين الناس، والخوف كان واضح على وشوش الكل. محدش فاهم ازاي بيت كامل يختفي كده فجأة. وفجأة الأرض تحت رجليهم اتحركت، اهتزاز خفيف في الأول لكن واضح. واحد من الشباب سرح بسرعة: ابعدوا! الناس رجعت لورا كام خطوة، والكل كان مركز عينه على الأرض. الاهتزاز بدأ يزيد شوية، والتراب بدأ يتحرك. ثواني قليلة وبعدها حصلت حاجة خلت الناس كلها تقف مصدومة. الأرض اتشققت، شق طويل بدأ يظهر في النص، وكأن الأرض بتفتح ببطء. الناس كانت واقفة مكانها مش قادرة تتحرك. وفجأة من وسط التراب والغبار بدأ يظهر طرف حيطة، طوبة حمراء، وبعدها جزء أكبر. والناس بدأت تستوعب اللي بيحصل. البيت كان بيطلع من الأرض. أيوة، نفس البيت، بيت حسام، كان بيرجع تاني قدام عيون الناس. التراب كان بيقع من على الحيطان، والبيت كان بيطلع ببطء لحد ما وقف في مكانه تاني بالظبط، كأن مفيش أي حاجة حصلت. لكن كان في حاجة مختلفة. كل شبابيك البيت كانت مقفولة بإحكام، والباب كان مفتوح سنة صغيرة. الشارع كله بقى ساكت، محدش كان عايز يقرب، لأن السؤال اللي في دماغ الكل كان واحد: حسام فين؟ هل هو جوه البيت ولا اختفى للأبد؟ واحد من شباب القرية قال: لازم نشوف. لكن محدش اتحرك. الخوف كان مسيطر على الكل، لحد ما راجل كبير في السن اسمه عم جابر تقدم خطوة. عم جابر كان معروف في القرية إن قلبه جامد. بص للناس حواليه وقال: ما ينفعش نسيب البيت كده. وبدأ يمشي ناحية الباب، خطوة وخطوة، والناس كلها بتبص عليه لحد ما وصل عند الباب. وقف لحظة وبعدين حط إيده على الباب الخشب وزقه ببطء. الباب فتح بصوت صرير طويل، والبيت من جوه كان ضلمة تماما. عم جابر وقف عند المدخل وبص لجوه. ثانية، 2، 3،
وبعدين دخل خطوة. الناس واقفة في الشارع مستنية. ثواني عدت لكن محدش سمع أي صوت، لحد ما فجأة عم جابر خرج من البيت وهو بيجري، ووشه كان شاحب بطريقة مرعبة، وهو بيصرخ محدش يدخل البيت. الناس جريت عليه بسرعة. واحد سأله في إيه؟ لكن عم جابر كان بيرتعش، وبعد لحظة قال جملة خلت كل اللي واقفين قدام البيت يتجمدوا مكانهم. قال البيت من جوه مش هو. لكن الحقيقة إن اللي شافه عم جابر جوه البيت ما كانش بس مختلف، كان مرعب. لكن قبل ما نكمل اللي حصل جوه البيت، لو وصلت لحد هنا في الفيديو اعمل لايك عشان نكمل باقي القصة، واللي لسه جديد في القناة اعمل اشتراك وفعل الجرس عشان ما يفوتكش باقي القصة، لأن اللي هنشوفه جوه البيت هيخلينا نفهم لأول مرة إيه السر المدفون تحت الأرض. الشارع كله كان واقف ساكت، محدش بيتكلم. كل العيون كانت بصة على البيت، وخصوصا على عم جابر. الراجل كان لسه واقف قدامهم، وشه شاحب وإيده بترتعش. واحد من الشباب قرب منه وسأله في إيه يا عم جابر؟ لكن عم جابر مردش في الأول، كان لسه بيبص على البيت كأنه شايف حاجة مرعبة. وبعد لحظة قال بصوت واطي البيت مش هو. الناس بصت لبعضها. واحد قال باستغراب يعني إيه مش هو؟ عم جابر أخد نفس عميق وبعدين قال البيت من جوه مختلف. الكلام ده خلى القلق يزيد أكتر. واحد من الشباب قال طب ما ندخل نشوف، لكن عم جابر رد بسرعة لأ. الصوت كان عالي لدرجة إن الناس كلها سكتت، وقال محدش يدخل لوحده. لحظة صمت عدت، وبعدين اتفقوا إن كام واحد يدخلوا مع بعض. في الآخر 5 من شباب القرية قرروا يدخلوا. الباب كان لسه مفتوح، والضلمة اللي جوه البيت كانت باينة بوضوح. واحد منهم فتح كشاف الموبايل. النور دخل جوه البيت وبدأوا يتحركوا ببطء. أول حاجة لاحظوها إن ريحة غريبة مالية المكان، ريحة تراب وقديمة جدا، كأن البيت مقفول بقاله سنين. واحد منهم قال هو مش البيت كان اختفى امبارح بس؟ لكن محدش رد. كانوا مركزين في المكان. الأوضة الأولى كانت شبه فاضية، لكن الأثاث كان متحرك. الكنبة مش في مكانها، والترابيزة مقلوبة، كأن حد قلب البيت كله. الشباب دخلوا أكتر لجوه، والتوتر بدأ يزيد، لحد ما واحد منهم وقف فجأة وقال استنوا. الباقي بصوله. كان واقف قدام الحيطة وبيشاور عليها، وقال بصوت متوتر هي الحيطة دي كانت هنا؟ الحيطة كانت غريبة، شكلها أحدث من باقي البيت، والطوب كان لونه مختلف. واحد منهم قرب منها وحط إيده عليها وقال دي باين إنها مبنية قريب. الكلام ده خلى التوتر يزيد أكتر، لأن الكل كان عارف إن البيت ده قديم جدا. واحد من الشباب قال طب ما نكسرها نشوف وراها إيه. في الأول ترددوا، لكن الفضول كان أقوى. واحد منهم مسك قطعة حديد كانت مرمية على الأرض وضرب بيها الحيطة. أول خبطة صوتها كان مكتوم، تاني خبطة الطوبة بدأت تتكسر، تالت خبطة جزء من الحيطة وقع. لكن اللي ظهر ورا الحيطة خلى الشباب كلهم يقفوا مكانهم، لأن ورا الحيطة ما كانش فيه أوضة، كان فيه فتحة كبيرة نازلة لتحت زي مدخل سرداب. الضلمة اللي تحت كانت سودة تماما، كأن النور ما بيوصل لهاش. واحد من الشباب قرب بالكشاف وسلط النور لجوه الفتحة، لكن الكشاف
ما وصلش لقاعها. السرداب كان عميق جدا. الخمسة بصوا لبعض. واحد منهم قال: إيه ده؟ التاني رد: واضح إن في حاجة تحت. لكن السؤال الحقيقي كان: مين اللي عمل السرداب ده وليه؟ واحد من الشباب قال: ممكن حسام يكون تحت. الكلام ده خلى الكل يسكت، لأن احتمال إن حسام وعيلته يكونوا تحت السرداب كان مرعب. واحد منهم قال: لازم ننزل نشوف. لكن قبل ما حد يتحرك سمعوا صوت خفيف جدا جاي من تحت السرداب. كلهم وقفوا مكانهم. واحد منهم همس: انتوا سمعتوا؟ الصوت جه تاني. كان شبه صوت خبط خفيف، زي حد بيخبط من تحت الأرض. الشباب بصوا لبعضهم بقلق. واحد منهم قال: هو حد تحت؟ لكن مفيش رد. بس بعد لحظات الصوت رجع تاني، خبطتين، وبعدها صمت. والخمسة كانوا واقفين فوق فتحة السرداب مش عارفين يعملوا ايه. لكن اللي ما كانوش يعرفوه إن اللي تحت السرداب ده ما كانش مجرد لغز، كان بداية سر مخيف مدفون تحت الأرض بقاله سنين طويلة. لكن قبل ما نكمل اللي حصل بعد كده، لو وصلت لحد هنا في الفيديو اعمل لايك عشان نكمل باقي القصة، ولو لسه جديد في القناة اعمل اشتراك وفعل الجرس، لأن اللي هنكتشفه تحت السرداب هيخلينا نفهم لأول مرة ليه البيت اختفى وليه رجع تاني. وفي الفصل الجاي هننزل مع شباب القرية تحت السرداب، وهناك هيلاقوا حاجة محدش في القرية كان يتخيل إنها موجودة تحت البيت ده. الخمسة كانوا واقفين حوالين الحفرة والكشاف مسلط لتحت. الصمت كان تقيل بطريقة غريبة. واحد منهم قال بصوت واطي: انت شفت ايه؟ الشاب اللي كان باصص جوه الحفرة بلع ريقه وقال: في حاجة تحت. التاني سأله بسرعة: حاجة ايه؟ لكن قبل ما يرد الصوت جه تاني، صوت خبط. المرة دي كان واضح جدا جاي من جوه الحفرة. الخمسة بصوا لبعضهم بقلق. واحد منهم قال: ممكن يكون حسام. التاني رد: أو حد من عيلته. الاحتمال ده خلاهم يقربوا أكتر من الحفرة. الشاب اللي ماسك الكشاف نزل على ركبه وسلط النور لتحت. النور نزل جوه الحفرة وكشف جزء من اللي تحت، لكن اللي شافوه خلى الخمسة يسكتوا تماما، لأن اللي تحت ما كانش مجرد حفرة، كان في غرفة تانية أعمق، غرفة صغيرة تحت الأرض. والغريب إن أرضيتها كانت متغطية بقطع خشب قديمة، كأن حد كان قافلها من فوق. واحد من الشباب قال: واضح إن المكان ده كان مستحبي. التاني قال: يعني حد كان عامل السرداب ده مخصوص. لكن السؤال الأهم كان: ليه؟ الشاب اللي في الأول مد إيده وشال قطعة من الخشب. الخشب وقع جوه الحفرة وصدر صوت مكتوم. بعدها سلط الكشاف لتحت تاني، وفجأة واحد منهم قال بصوت مرتعش: استنوا. الكل بصله وقال: في حاجة هناك. الكشاف اتحرك ناحية الركن، وهنا ظهر شكل واضح، جسم إنسان. الخمسة اتجمدوا مكانهم. الشاب همس: ده واحد. نزلوا الكشاف أكتر وبدأ الشكل يوضح. كان راجل قاعد في ركن الغرفة، ظهره للحيطة ولابس هدوم مطربة. لكن لما النور وصل لوشه الخمسة عرفوه فورا، كان حسام. واحد من الشباب قال بسرعة: حسام. لكن حسام ما اتحركش ولا حتى رد. الشاب قال: ممكن يكون مغمى عليه. واحد منهم نزل بسرعة جوه الحفرة وبعده 2، ولما قربوا منه حط واحد ايده على كتفه. لكن في اللحظة دي اكتشفوا الحقيقة: حسام
كان ميت. الراجل مات بقابه وقت، والصدمة الأكبر إن في حاجة تانية جنب الحيطة. الكشاف اتحرك ناحيتها، وكان فيه هيكلين عظميين، واضح إنهم بقالهم سنين طويلة. الخمسة كانوا واقفين في صدمة. واحد منهم قال: إيه ده؟ التاني رد: واضح إن المكان ده كان مدفون من زمان. لكن الحقيقة بدأت تتكشف لما لقيوا حاجة صغيرة على الأرض، دفتر قديم، الورق بتاعه أصفر من الزمن. واحد من الشباب فتحه، وكان واضح إنه مذكرات. المكتوب فيه كشف السر كله. الكلام كان مكتوب بخط قديم، وبيقول إن البيت ده كان زمان بيت راجل تاجر، لكن التاجر ده خان شركائه وسرق فلوسهم، ولما عرف إنهم جايين ينتقموا منه استخبى تحت البيت وبنى السرداب ده. لكنه ما كانش لوحده، كان معاه 2 من شركائه، والتلاتة اتخنقوا تحت الأرض، وفي الآخر المدخل اتقفل عليهم وماتوا تحت البيت. ومن يومها السرداب فضل مقفول سنين طويلة، لحد ما حسام اشترى البيت، وأثناء تصليح في الأرض اكتشف السرداب، لكن واضح إنه نزل يشوفه ومعرفش يطلع. والكارثة حصلت لما الأرض فوق السرداب انهارت، وده اللي خلى البيت يغوص تحت الأرض شوية، وبعدين يرجع تاني لمكانه لما التراب استقر. وأهل القرية وقتها افتكروا إن البيت اختفى، لكن الحقيقة إن السر كان مدفون تحت البيت طول السنين دي. الخمسة طلعوا من السرداب ببطء، والصدمة كانت واضحة على وشوشهم. لما حكوا لأهل القرية اللي حصل، المكان كله بقى ساكت. البيت ده ما بقاش مجرد بيت، بقى لغز اتحل بعد سنين طويلة. لكن من يومها محدش في القرية حب يقرب من البيت ده تاني، والبيت فضل فاضي ساكت، كأنه لسه مخبي أسرار تانية محدش يعرفها. ولو وصلت لحد هنا في الفيديو، اكتب في الكومنتات: السر المدفون اتكشف. وما تنساش تعمل لايك للفيديو لو حبيت القصة. ولو عايز تسمع قصص حقيقية أغرب من كده، اعمل اشتراك في القناة وفعل الجرس، عشان اللي جاي هيكون أغرب بكتير.